تعالي نعمل فراخ كنتاكي من غير دبكة البيض واللبن والفيجيتار والحاجات دي. ده حاجات بسيطة خالص، مش محتاجة دبكة ولا صعوبة ولا أي حاجة. يلا بينا، يلا بينا. معايا فرخة أنا حاطة قطعاها، يعني حوالي 14 قطعة كده. الصدر مقطعة 4 قطع، والورك مقطعة 3 قطع، الدبوس والصفحة حتتين. غسلها كويس وحطاها في مية بسكر وليمون ومحلول نقع، وبصوا مخلياها فلة شمعة منورة. تمام كده. هجيب الدبوس ده هديله نغزة كده، هفتحه عشان اما اجي اسويه. طبعا الفرخة مش كبيرة، يعني حوالي فرخة فريش كيلو ونص، كيلو 600 كده، ما كملتش 2 كيلو، 2 كيلو الا ربع، في الحدود دي. هديله نغزة الدبوس عشان ما يستوي معايا، ما يبقاش جواه تجمعات دموية وما يستويش. شايفين الصدر مقطعاه يعني على 4 الحتتين وقسمهم بالنص. الكتف حتة، ودي الصفحة بتاعت الورك هقسمها برضو 2. نخش على التتبيلة، يلا بينا. بسم الله، الصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله. معايا بصلاية صغيرة مبشورة أو متقطعة صغير، فصين توم، معلقة صغيرة سكر، معلقة إلا ربع ملح كبيرة، رشة نعناع، ودي مهمة جدا عشان أي ريحة بتديها، ما بتخليش للفراخ ريحة زفارة خالص. ملح وفلفل وتوابل الفراخ، ومعلقة هريسة الشطة لو حابين، مش حابة خلاص، مش عايزاها سبايسي ما تحطهاش. ملح وفلفل وكمون طبعا أساسي. توابل الفراخ من عند العطار أو مرقة، ما عندكيش حطي مرقة. تمام. عايزة تحطي معلقة فيجيتار دلوقتي على التتبيلة ممكن، مش عايزة وتكتفي فصين صغيرين توم، هما دول. هبتدي ادعكهم بالفراخ كويس، وهتبلها قبلها من 6 ل8 ساعات. يعني بقى نعمل جنبها شوية رز بسمتي اللي قلبك يحبه. معايا بصلاية، حطيت المادة الدهنية، حطيت بصلاية حلوة متوسطة كده قطعتها كويس، وفصين توم اساسي. إذا تحطي حبيتين مستكة حطي، حبيتين قرنفل حطي، عود قرفة حطي، كل دي زيادات. أنا بقولك على الزيتونة والأساسي فيها الحاجات دي. عندك بقى نص كوباية أو كوباية صغيرة زيت كده، يعني تغسليهم غسلة كويسة بمية سخنة وتحطيهم، تصفيهم وتحطيهم. هيئي بقى وركزي في تحقيق الرز البسمتي. معلقة صغيرة سكر، ده نص كيلو رز بسمتي. انا كنت نقعاه في ميه سخنه حوالي ربع ساعه كده على ما عملت الفراخ وجبت. هجيب ربع معلقه من اللون العصفر اللي بيتحط على الرز البسمتي من عند العطار. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط بقى الميه السخنه الشوربه زي ما بتسقي الرز العادي. انا طبعا صفيت الرز البسمتي بعد ما نقعته وحطيته. تمام كده. ما عندكيش لا مستكه ولا قرنفل، اكتفي بالحاجات اللي حطيناها، عود قرفه وخلاص. ما عندكيش يعني اكتفي بالحاجات. تعالي بقى خشي لي على التتبيله. كانت اتبلت، انا حطها من الصبح يعني حوالي 6 ساعات اهي، ممكن تبيتيها عادي. حطي على التتبيله معلقتين دقيق ومعلقه نشا. التركه والسر اللي هيخليها لك لا تحطي بيض ولا لبن ولا الحاجات الافتكاسات دي، لا. حطي الزيت اللي هتحطيه وحطي عليه معلقه نشا كبيره كده، رشرشيها. حطيتي الفراخ رشيها نص معلقه نشا عليها. نص معلقه النشا دي قلب اختك لا هتخليها تشرب معاكي زيت ولا اي حاجه، وهتخليها تقرمش وتبقى تحفه، والزيت هيبقى نضيف. الرز كان استوى، حطي معلقه زبده كبيره كده عليه، هينقله في حته تانية خالص. شايفين هي لسه يا دوبك مسكره. هتبدأي بقى اللي استوى هتقلبيه
او زيت غزير. لو حاطه زيت غزير مش هتحتاجي انك انت تقلبيه. انا هنا عشان الزيت مش كتير قوي فبقلبه. بصي طلعيها بقى اللون ده، ولا في حاجه ما استوتش ولا اي حاجه. ومعلقه النشا دي مش هتخلي لك الزيت في اي حاجه، ممكن تستعمليه تاني عادي خالص، وهتخليها لك مقرمشه وهتديكي القرمشه في نفس الوقت. هتحمرها لك، هتبقى ناشفه وكريسبي من بره، من جوه جوسي وتحفه. تعالوا بقى نغرف الرز ده. شويه الزبيب دول لو عندك بيخليه الرز البسمتي في حته تانيه. عندك مكسرات تقدري تحطيه بعد ما يستوي، ما عندكيش عايزه تحطي فول سوداني حطي، بس احنا بنحبه بالزبيب وبس. سامعه بقى؟ اسمعي بقى صوت القرمشه الجميل ده، تحفه اهي. هتطلعيها مستويه وخطيره. نساير كنتاكي اقتصاديه، يعني انت بدل ما ولادنا بيروحوا يجيبوا الوجبه بالشيء الفلاني، لا انت هتعمليها لهم في البيت. عايزه اقولك طعمها خطير. التتبيله دي بتنقل الفراخ في حته تانية خالص. ولو انت بتتفرجي عليا لاول مره يا قمر، ما تنسينيش شجعيني، لايك، متابعه، اشتراك، شيري على قد ما تقدري. خشي صفحتي قيميها، اكيد هتستفادي. وصفات سامعه بقى؟ سامعه القرمشه والخروشه خطيره. خشي صفحتي قيميها، ولو عجبك المحتوى لايك، متابعة فضلا وليس أمرا. إذا عجبك، ما عجبكيش ما تعمليش أي حاجة. تمام كده؟ بصي أتمنى تجربوها، ما هتأثر عليكي كتير حاجات، يعني اختصرت لك كذا خطوة وهتديكي نفس القرمشة والتحفة. بصي بقى النساير نساير ومستوية وخطيرة. أتمنى يكون الفيديو نال